هاي جايز، رجعت لكم اليوم في اون نوفيل فيديو. بما انه لا فيديو الفايته نالت الاعجاب ديالكم وتفاعلتوا معها، اللي كانت عباره عن افكار للقضاء على الملل وكيفاش نستمتعوا بالوقت ديالنا في العطله الصيفيه. اليوم ايضا جبت لكم فيديو غادي نتقاسم معكم فيه ايضا افكار للقضاء على الملل وكيفاش نستمتعوا بالوقت ديالنا في العطله الصيفيه، وايضا كيفاش قضيت اول يوم في السفر. بلا ما نطول عليكم، في البدايه ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وخلينا نبداو. كيف ما تقسمت معكم ميزامي في الصيف اللي فات ولا في الصيف اللي قبل منه، احنا كل سنه يعني كنختاروا مدينه معينه وكنمشيو نقضيو فيها بعض الايام من العطله الصيفيه. يعني كل عام كنحاولوا اننا نختاروا مدينه جديده، وهذا العام هذا اختارينا باش نمشيو ندوزو بعض الايام او نقضيو بعض الايام في مدينه مارتيل، بما انها يعني مدينه سياحيه وغادي تكون بارده وفيها البحر، وهذا يعني تقريبا اهم حاجه لانه في مدينتنا ما كاينش البحر، دونك ديما كنكونوا موحشين في فصل الصيف، فدائما غالبا ما كنمشيو للمدينه الساحليه. وكيف ما قلت لكم هاد السنه هذه غادي نمشيو ان شاء الله نزورو مدينه مارتيل. هنا يا ميزامي حاولت انني نلتقط لكم بعض اللقطات هكذا من الطريق، باش تشوفوا الطريق اللي دزنا منها. كانت الطريق في الصراحه طويله بزاف، كنظن بانه دوزنا شي 8 او 7 ديال السوايع كنظن، حيت حبسنا شي شويه في الطريق كيف ما كتعرفوا ضروري. انطلقنا الصباح بكري كنظن مع ديك 4 5 هكذا، باش نتفاوتوا مع الحراره اللي كتكون في الجوج ديال العشيه 3 ديك. المهم راكم عارفين درجه الحراره كتكون مرتفعه في ديك الوقيته، فحاولنا اننا ننطلقوا بكري باش هكذا نوصلوا بكري. اون فوا وصلنا ميزامي مشينا تغدينا، ومن بعدها تانستالينا في الدار اللي غادي نقضيو فيها هاد الايام هذه اللي غادي نبقاو فيها في مارتيل. يعني حطينا لي باجاج ديالنا وارتاحينا شويه، ومن بعدها بيان سور مشينا قمنا بالتسوق. الاغلبيه ديال الحوايج يعني اللي خدينا هما اشياء يعني ديال الماكله، حيت كيف ما كتعرفوا غادي نحتاجوهم في الايام اللي جايه وما كانت حتى شي حاجه في الدار. دونك مشينا كيف ما كتشوفوا هنا تقدينا، حاولنا يعني اننا ناخذوا غير شي حوايج خفافين اللي يعني الطبخ ديالهم غادي يكون ساهل، حيت كيف ما كتعرفوا فاش هكذا كنخيمو كنسافروا لشي بلاصه كنبغيو باش نخرجوا بزاف، دونك خاصنا شي حاجه سهله اللي نطيبوها وما تاخذش لينا بزاف ديال الوقت. هادشي كله ميزامي اللي غادي نتقاسم معكم في هاد لا فيديو. ديجا تقاسمتو معكم سوغ انستغرام، وبزاف ديال الحوايج اخرين ما كنصورهمش هنايا سوغ يوتيوب كنبوستيهم في انستغرام، سواء في ستوريات او لا في دي بوست في انستغرام. دونك ما تنساوش تمشيو للانستغرام. غادي نخلي لكم يعني اللين ديال الكونت ديالي سوغ انستغرام في الديسكريبشن بوكس. سيروا لتما كندير ستوريات وايضا بوست تصاور وبزاف ديال الحوايج اخرين. المهم بلا ما نحرق عليكم الاحداث حتى تمشيو وتشوفوا. كيف ما قلت لكم ميزامي في لا ديرنيير فيديو بانه التسوق من اكثر الاشياء اللي كنقضيو بها على الملل، وكتعطينا واحد الاحساس جميل وكتحسسنا بانه يعني كنقضيو وقت ممتع وكناخذوا حوايج جدادين وكنجربوا حوايج جداد. من الاشياء ميزامي ايضا اللي كتساعدنا اننا نتخطاو يعني الملل ونجربوا حوايج جدادين ونستمتعوا بالعطله الصيفيه ديالنا ونبروفيتي من الوقت ديالنا بزاف، هو انه نجربوا حوايج جداد. ديجا قلتها لكم في لا ديرنيير فيديو، مي اليوم غادي نتقاسم معكم يعني اون بارتيكولير شنو نقدروا نجربوا. دونك بويسك احنا في مدينه جديده، فغادي نحاول انني نتقاسم معكم اي اكله جديده جربتها. يعني بحال هكا شي اكله في الشارع او لا يعني اي حاجه جربتها جديده في الاكل غادي نبقى نتقاسمها معكم سواء في يوتيوب او لا في انستغرام. المهم غادي نبقى نتقاسمها معكم. صراحه حسيت بان هذا الكونسيبت زوين وفكره زوينه، متاكده بان غادي تعجبكم.
غادي نرجعوا الان ميزامي للتسوق، وغادي ناخدكم معايا باش ناخد لباس للسباحه او لا مايو، حيتاش كيف ما قلت لكم هاد المدينه هذه هي مدينه ساحليه، دونك ضروري ما غادي نبغيو نعوموا في البحر، لانه كيف ما قلت لكم في مدينتي ما كاينش البحر، وكنت متحمسه بزاف يعني باش نعوم. دونك لهذا يعني من تاني يوم مشيت باش ناخد لباس للسباحه، وايضا من بعدها غادي نمشيو للبحر. دونك خليكم معي باش تشوفوا كيفاش قضينا يعني هاد الوقت هذا. في اليوم الثاني ميزامي مشينا للبحر، وهذه كانت اول مره غادي نمشي فيها للبحر من العام الفايت، يعني نعوم فيه. اما مشينا له يعني في وسط السنه، ولكن ما عمناش حيت بيان سور كان البرد. اليوم اول مره غادي نعوم في البحر من العام الفايت. كنت صراحه متحمسه بزاف كيف ما قلت لكم، وسورتو انه كيعجبني بزاف نعوم في البحر، وكيعجبني نعوم يعني اون جينيرال، سواء في لابيسين، في البحر، في اي بلاصه. المهم هنايا دخلنا صراحه الشاطئ كان زوين، ومهم غادي نتقاسم معكم يعني هكذا لقطات باش تشوفوا كيفاش قضينا هذا الوقت هذا. الا بغيتو ميزامي نتقاسم معكم فيديو خاص كيفاش نستمتعوا بالوقت ديالنا في الشاطئ، اولا يعني ملي نخرجوا للبحر، يعني دي زاكتيفيتي نقوموا بها، دي زيدي هكذا مختلفه نقوموا بها في البحر اولا في الشاطئ، اكتبوها لي في لي كومونتير ونتقاسمها معكم. الصراحه فكره زوينه طاحت لي في بالي، دونك الا بغيتوني نتقاسمها معكم اكتبوها لي في لي كومونتير. وكانت هذه ميزامي هي لا فيديو ديال اليوم، تقاسمت معكم كيفاش نقضيو على الملل في العطله الصيفيه ونستمتعوا بالوقت ديالنا. دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما قلت لكم بانه انا الان مسافره لمدينه مارتيل، دونك غادي نتقاسم معكم بزاف ديال لي فيديو زوينين، غادي يكونوا فلوجز، غادي يكونوا روتينات، غادي نتقاسم معكم تجارب جداد. وكيف ما قلت لكم يعني الكونسيبت اللي هضرت لكم عليه على تجربه اكلات جداد غادي نتقاسموا معكم حتى هو ونعطيكم الراي ديالي. دونك كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم واستمتعتوا معايا كيف ما حتى انا استمتعت وانا كنصورها لكم. في النهايه ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد. وايضا ما تنساوش تزورونا في انستغرام كيف ما قلت لكم، تما كنبوستي لكم بزاف ديال الحوايج ما كنبوستيهمش هنايا سور يوتيوب. دونك كيف ما قلت لكم ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.